الأسبوع ده خسارة يضيع منه ساعة، فخليكوا دايما داخلين بنية الاستفادة القصوى. يعني أول حاجة أقولها اقفل التلفزيون على قد ما تقدر من يوم حد الزعف لحد العيد، اطفيه خالص. السياسة لو نمت عليها سنة هتصحى تلاقيها ما فرقتش كتير غالبا يعني. يفضل ان احنا نقفل عشان نركز. وزي ما نقفل التلفزيون اقفل الفيسبوك لو انت غاوي. الموبايل بقدر الامكان اقل استخدام، لان في حاجات كتيرة قوي مضيعة على الوقت. فكل الحاجات اللي هي بتستهلك وقت بدون جدوى، عاوزين الوقت ده مجرد تقول يا رب يسوع اشكرك ابرك. الله الدقيقة اللي هتقول فيها يا رب يسوع دي احلى كتير ما تروح في اي لحظة من الكلام الفاضي الباقي ده. تاني حاجة اقولها، الغنى الاسبوع ده كله في كلمة ربنا، فخلي انجيلك ما يسيبكش. في ناس بتعرف تخلص يعني اجزاء ضخمة من الكتاب المقدس من جمعة ختام الصوم لحد العيد، بتقطع كده بالاصفار. يعني ممكن واحد يقرأ 50 اصحاح في اليوم. في ناس بتعمل كده لانه ده غنى، ده رصيد للسنة كلها. فانت قاعد مفضي نفسك لربنا، فكل يوم ممكن تقطع سفر كامل. يعني بالذات الأسفار الصغيرة، يعني مثلا أستير يخلص في يوم، نحمية يخلص في يوم، عزرا يخلص في يوم، في ناس تخلص مرقس في يوم، هياخد ساعتين بس. تبقى اسمك قاعد قاعدة حلوة كده في يوم، خلصت جزء كبير من الإنجيل وقاعد بتقرأ لنفسك وتنقي نفسك، لأن الكلام بينقي. تدريب آخر ممكن يناسب الأسبوع ده، أنك تحضر الكنيسة بقدر الإمكان. طبعا في ناس بتاخد أجازات، وفي ناس بتيجي قبل الشغل وبعد الشغل، وما تكلمش الناس، لأنه اللي بيضيع الفايدة أن احنا نيجي الكنيسة نحكي أو نقف قبله ولا بعده. لا، في البصخات بالذات أنا بنزعج جدا لما ألاقي الناس واقفة بره الكنيسة بعد البصخة تحكي. طب احنا مش صلينا وقاعدين مع المسيح واليومين دول مركزين؟ الحكاوي دي كلها بتضيع الشحنة الروحية اللي اتعملت. فالأفضل انك تصلي وتجري، مش عاوز تكلم حد، انت مقصر مع ربنا طول السنة، ما حبكش بقى الأسبوع ده كمان نضيعه من ربنا. ربنا بيبقى مستنينا نركز معاه، فيعني خلونا ناخدها جد. يفضل كل اللي يقدر يعمل مطانيات، لو ما كانش بيعمل مطانيات دي فرصتنا في السجود. الأسبوع ده هو أسبوع السجود في السنة كلها. المطانيات بأي عدد، المهم انك تحاول تصلي من قلبك، ويفضل انها مش لازم تبقى قدام الناس. يعني كل جوه الكنيسة هنعمل مطانيات. في ناس تعمل مع الطلبة، لما ابونا يقول نسأل ونطلب من سكيريالاي، تلاقي الناس كتيرة تعمل مطانيات. لكن عموما الأفضل ان الواحد يعمل المطانيات في بيته أو في أوضته، لأنها في الخفاء أفضل. وممكن طبعا لو واحد ما فيهوش نفس كده يعمل مطانية ويقعد تحت شوية، يعني مش لازم. أصلا لو طلع ونزل مرتين ثلاثة ممكن تبقى آخر أسبوع ألام بالنسبة. فيعني يراعي الصحة شوية والنفس. الغرض أصله مش حركة، الغرض الروحانية، الإحساس. يعني في ناس تجيب صليب في البيت كده وتعمل له زي قنديل ويبقى والع طول الأسبوع، وتقف قدامه كل شوية، أو تقول التراتيل اللي بتحبها، أو يقعد قدام الصليب كل يوم تحت صليبك. يبقى الأسبوع ده كله فيه نوع من التأمل بأيقونة أو بصليب معلق في البيت. برضو فكرة أخرى، تدريب آخر، أنك تسأل على كل المرضى اللي في العيلة والجيران والمعارف. يفضل سؤال الزيارة مش سؤال التليفون لو تقدر، لأن سؤال المحبة في الأسبوع ده مهم، وبالذات اللي ليهم حالات راحوا السماء مثلا. يعني افتقاد اليتامى والأرامل والمرضى وأصحاب التجارب مفيد قوي في الأسبوع ده. أنا ببص لها من زاوية هم دول المصلوبين حاليا،
دول أكتر ناس مصلوبين متألمين، يعني يجوز أنت ظروفك هدي، طب الناس دي ظروفها مجروحة، يبقى ده عزك أنك أنت مش عارف تخدم المسيح نفسه على صليبه، دول مصلوبين بدرجة ما، اسأل عليهم واخدمهم وخد بركتهم. تدريب تاني انك تقول ثكتة يقوم طول اليوم، مش بس في البصخة اللي بتحضرها، هي ثكتة يقوم هي شعار الاسبوع او لك القوة والمجد، يعني قولها عربي قولها يوناني زي ما تحب. وما تنسوش انها متاخدة من سفر الرؤيا، يعني ده كلام الانجيل، دي تسبيحة ملائكة لما شايفين المسيح في مجده الحمل القائم كأنه مذبوح بيقولوا له لك القوة والمجد والبركة والكرامة والعزة والسلطة لأنك ذبحت واشتريتنا. فهو نفس الاتيتيود أو الطعم اللي احنا بنصلي بيه الأسبوع ده. فاللي رايح شغله في السكة لك القوة والمجد، واللي قاعد في شغله، واللي واقفة في المطبخ، هو المطبخ ملوش لازمة بالمناسبة الأسبوع ده، يعني الحقوا اطبخوا بكرة ولا حاجة، لكن الأسبوع ده يعني فرصتكم ايه تستغنوا عن الطبيخ شوية. بمناسبة الأكل برضو الأسبوع ده يفضل إن احنا نبعد خالص عن الرفاهيات، يعني إذا كان البعض بيستحل طرط وجاتوهات وحاجات مريحة الأسبوع ده لا يليق إن احنا ندلع نفسنا، يعني ما يصحش، يعني مفروض ده فيه نسك وزهد، فيبقى من الحد للحد على الأقل جد شوي. وبرضو الأكل بحساب، يعني مش مسألة إن الأكل صيامي خلاص، لا، ناكل وناكل بحساب، لأن احنا غرضنا بس إيه نقف على رجلينا، مش غرضنا شهوات أجسادنا دلوقتي. الأسبوع ده يناسبه كمان إنك أنت تقعد، إن ما كانش كل يوم على الأقل مرة تراجع حساباتك كلها، لو أنت مشيت هتعرف تقف قدام ربنا ولا لا، هتدخل السماء ولا لا، واحكم على نفسك، لأن الإنجيل بيقول لو حكمنا على أنفسنا إيه لما حكم علينا. احكم على نفسك، بي فير، يعني خليك عادل، اقرأ مثلا موعظة على الجبل واحكم على نفسك، ينفع تدخل ولا ما ينفعش، ولو ما كانش ينفع هيخليك تعرف تصلي أكتر، ارحمني يا رب لأني مش جاهز، يمكن أنت مطول في عمري عشان لاقيني مش جاهز، يمكن لو كنت جاهز كنت سبقت. الأسبوع ده كمان في رأيي مفيد لبعض الناس مش لكل الناس، تذكر الأحباء اللي سبقونا للسما. ليه؟ بس التذكر مش بالطريقة النفسية المصرية البلدي، لا، بطريقة روحية. الناس دول معانا وكانوا زينا، ويمكن في ناس أصغر مننا سنا وراحوا السما. أحيانا فكرة حبايبنا اللي في السما دلوقتي بتصحينا شوية، احنا ممكن جدا نبقى معاهم قريب، والناس دول كانوا معانا وكملوا رسالتهم، يا بختهم. فمجرد التفكير في الوجه الآخر من الحقيقة ده أحيانا بيحرك القلب للتوبة ويغذي الروحانية شوية، لأنه ذكر الموت بطريقة روحية مفيد جدا. برضو مناسب في أسبوع الآلام انك وانت بتتابع قرايات البصخة، وده شيء مهم انك دايما معاك كتاب الدلال، واظن نزل عن الاندرويد والايفون والكلام ده ابلكيشن سهل، يعني في ناس عارفة سكته، اللي يعرف بقى في كل قرايات اسبوع الالام بطريقة مبسطة على الموبايلات. المهم انك انت وانت بتتابع يا ريت كل ساعة تلقط جزء من مزمور الساعة وتكرره كتير. انتوا عارفين في كل ساعة من سواعي البصخة في حاجة اسمها المزمور والإنجيل، والمزمور بيتقال بلحن، اللحن ياخد فيه 5 دقايق، الشماس لحن طويل حزين. انت أثناء اللحن لما تلاقي مثلا أسرع يا رب وارحمني أو ونجيني أو وأعني، اقعد عدها 100 مرة يعني، وعدها من قلبك. هنا التكرار حلو لأنه مش تكرار باطل، تكرار باطل يعني كلامه خلاص، تكرار حلو زي ما المسيح كان بيكرر ليلة جسيماني، كان بيقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، كان تكرار حلو لأنه طالع من قلبه. فممكن صرخة المزمور نفسها تكون بتقولها عشرات المرات، وقت تلاوة المزمور باللحن الأدريبي
أو وقت اليوم عادي كتأمل في الرايحة والجاي. برضو السيدات والبنات أرجوكم البسوا كويس الأسبوع ده، ولغاية ليلة العيد اعملوا معروف، وبعد العيد طبعا، بس يعني ما تحزنوش قلب الكنيسة ليلة العيد بلبس لا يليق. صدقوني كلكم وابقى داخل الكنيسة ليلة العيد ولا طالع بره وتضيع مني فرحة العيد كله، لمجرد اني شايف بنت ولا سيدة مسيحية لبسها لا يليق، ويبقى الناس اللي في الشارع بيبصوا وبيقولوا هم دول المسيحيين. احساس مزعج جدا، يبقى المسيح بيتصلب ويتذل عشاننا واحنا ولا فارق معانا ولا فارق، وفرحانين بأجسادنا بطريقة أخطيت، يعني كأننا حيوانات مش بني أدمين. ما هي الأجساد يعني إلا تراب عشان نتباهى بيها؟ احنا ثروتنا في روح الله الساكن فينا. إذا كان المسيحي مش دريان بروح الله الساكن فيه يبقى مش مسيحي. فأرجوكم خلي بالكم، والأمهات يسألن أمام الله، الأمهات هيتسألوا قدام ربنا، لأنه أحيانا تبقى البنات مش فاهمة أو بسيطة أو ساذجة. طب الأمهات فين؟ والأبهات طبعا. برضو من التدريب المناسبة في أسبوع الآلام أن الواحد يعترف إذا ما كانش قدر يعترف قريب، لأنه جلسة الاعتراف بتحطك على الطريق، بتخليك يعني تواجه نفسك، اللي فات شيء واللي جاي شيء تاني بقى، عاوز أخدها جد. فحاولوا الأسبوع ده كل ما اعترفش يدور على أب اعترافه ويعترف. طبعا انتوا عارفين الكنيسة بتقول مش لازم مزامير أو الإجبية، مش لأن غلط في المزامير، اللي عاوز يصلي مزامير مش حرام، لكن لأننا مشغولين ساعة بساعة نعيش مع الأحداث، فيمكن صلاة باكر وصلاة الثالثة والستة مش وقتها، لكن هي مش غلط. وبالتالي اللي حافظ مزامير بأي كمية يقدر يقولها في أي وقت. المزامير بالذات ملهاش معاد ما هياش ممنوعة يعني، لكن احنا مركزين على تسبيحة سكتة يجوم وعلى عبادة المسيح المصلوب أكتر، فده نوع من التركيز بس، أفضلية يعني. برضو من الحاجات الجميلة اللي ممكن تعملوها وتفرحوا ربنا انك تفتقد نفس بعيدة وتحاول تجيبها معاك بصخ او تجيبها معاك تعترف، لان ممكن تبقى بتفرح ربنا قدام صليبه انك جايب له شخصية بعيدة عنه، غايبة عنه بقالها كتير. دي اجمل هدية ممكن تقدمها لربنا، انك جايب حد معاك بتدخله على ساعة في البصخة او على اب اعتراف او كده. احذروا خطايا اسبوع الالام. في خطايا خاصة بالاسبوع ده، منها منها الشره مثلا. نفاجأ ان شيطان الشره يعني كتر الاكل يمسكك في اسبوع الالام، فتلاقي نفسك عاوز تاكل كتير، فلازم تبقى واعي. او شيطان الغضب، تلاقي مواقف تستفزك، لا ما تجيش الكنيسة تتعصب وانت بتركن ولا الزحمة لا، خلي بالك. او شيطان الادانة، تيجي سيرة حد ونقعد نتكلم على بعض. كل دي خطايا يعني أسوأ ما يمكن انها تتعمل في اسبوع زي كده، له كرامته وكلنا مركزين في الصلاة والتوبة. يفضل ان تكثر من العطاء في الاسبوع ده، تبقى سخي وانت فاكر ان المسيح مغرقك غفران ومغرقك يعني حب في الاسبوع الكبير ده، تبقى انت عاوز تغرق الناس اللي حواليك تشجيع وحب وكرم وخير وتسامح. طبعا اياك وحد يكون مش مسامح حد، يبقى انتوا لا مش مفروض تتناولوا اساسا ولا تعيدوا. خلي بالكم، ما يحقلكش تقوم مع المسيح لو انت مش مسامح، ما يحقلكش. وصليب المسيح يبطل مفعوله لو انت مش مسامح، تبقى ضيعت كل اللي عمله ربنا معاك مهما كانت الاخطاء اللي في حقك. على الاقل من جواك يا رب سامحهم وسامحني، يا رب ساعدني انسى الاساءة، يا رب وسع قلبي، اهديهم يا رب. وتفضل تصرخ لنفسك ان قلبك يصفى،
لكن ما ينفعش تبقى لسه شايل من الناس ومتغاظ منهم. طب وبعدين؟ وهتيجي بأي عين تقول له طب سامحني وانت نفسك مش مسامح. برضو من تدريب أسبوع الآلام انك انت تقرأ وتسمع. ممكن تسمع اللي عنده وقت، يعني في الظهرية او بالليل بدأ خلاص ما فيش تلفزيون وما فيش حكاوي، اسمع وعظة، اسمع تسبيحة، عيد تاني بصخة مسموعة لو تقدر. في مسموح كمان تعمله الطلبة في البيت. يعني ايه؟ نفس الكلام اللي بيقول ابونا في اخر الساعة في اخر البصخة، الطلبات الاخيرة دي جميلة، هي دي اللي تركيز الصلاة كلها فيه. ممكن تروح تعملها في بيتك، لو ما عملتهاش الصبح تعملها لوحدك الظهر، ولو ما عملتهاش بالليل او ما حضرتهاش تعملها، او عاوز تعملها غير ما اتعملت في الكنيسة وماله. ده صلاة بينك وبين ربنا، ما فيش حاجة فيها غلط. صلاة يسوع مناسبة جدا للأسبوع ده، انك طول اليوم تقول يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، او يا رب يسوع المسيح اشكرك. ربنا يدينا نعمة نقضي الأسبوع ده كده بروحانية ونشبع بتركيز ونسيب ربنا ينظف قلبنا وعقلنا. وبوصيكم بس لما تدخلوا على العيد ما تنسوش نفسكم لو سمحت. بعد العيد مش بننزل من السماء نتدب على الأرض تاني، يعني احنا طلعنا لغاية السماء، فما يصحش نضيع كل البركات دي. يعني إذا كنت مسكت لسانك ما تفكوش تاني، خلاص خليك ماسكه بقية العمر ما يفوتش. إذا كنت عرفت تسامح ما ترجعش تاني لأفكار الانتقام وأفكار الغضب. لما تطلع سلمة ما ترجعهاش. كلكم عارفين إن الأسبوع ده أجمل أسابيع السنة بالنسبة لنا، لأننا كلنا كشعب قبطي عشاق للصليب وللقيامة وللأيام اللي ملهاش بديل دي، حد الزعف وخميس العهد والجمعة الكبيرة. وبالتالي أول تدريب بسيط، ما تبعدوش عن الأيام دي. يعني اللي يقدر يجي الكنيسة يجي، اللي ما يقدرش يتابع الكنيسة كأنه في الكنيسة. يجوز لسه في احتياطات، ما تخليش كل الناس تقدر تيجي الكنيسة كل الأيام، لكن ما تبقاش الكنيسة بتقول سكتة يجوم وانت قاعد نايم أو بتاكل أو لا. تمتع بالوقت ده، شارك. فحتى الحاجة اللي مش هتقدر تحضرها تقدر تتابعها. ويمكن ربنا سمح يعني انه موضوع الميديا ده بقى يسهل للناس كلها تعيش انه اسبوع الآلام حتى في بيوتها ولو بدرجة. يعني طبعا ما تعملش قداس في بيتك يعني، لكن اقصد ايه، تصلي معانا الصلوات وتحس بالقرايات وتشترك. تاني تدريب اقوله، يعني اذا كنت اتدلعت في الصيام شوية، خلي الاسبوع اللي جاي ده شوية جد اكتر. يعني ممكن نقفل التلفزيون كلنا والمسلسلات، لانها مشكلة اليومين دول. دي هتبقى ذبيحة حب لربنا انك تقفل المسلسلات في الاسبوع ده، يعني هتبقى تقدمة غالية. يعني تقدر على الانقطاع شوية، الأكل برضو إيه يعني بحساب أو قليل بقدر الإمكان. ما فيش مجال في الأسبوع ده للمجاملات العادية والحكاوي العادية. في ناس بتقفل موبايلاتها خالص، في ناس بتروح الدير، في ناس بتتكلم تحسب للكلمة تطلعها بحساب. نأجل ليه؟ لأنه أجمل حاجة الأسبوع كله تقول له بحبك يا رب، يا رب يسوع ارحمني، أو يا رب يسوع أشكرك. تبقى بتتكلم مع ربنا بقدر الإمكان الأسبوع ده كأنك عايش ساعة بساعة مع المسيح، مركز معاه. خد موقف يوحنا الحبيب اللي لازق للمسيح كده، مش راضي يسيبه، الوحيد اللي ما سابهوش لغاية يوم الحد الصبح. هو أكتر واحد ملاصق ليه، فالكنيسة كلها عاوزة تمشي ورا يوحنا كده في الأسبوع ده. جمعة ختام الصوم بنشوف دموع المسيح، لأنه بكى بشدة على أورشليم، فدموعه غالية قوي وبتخوف. يا رب أنت هتفرح بيا ولا تبكي عليا في الآخر؟ كم مرة أردت ولم تريد. فكأن الأسبوع ده بيبتدي بدموع غالية جدا. تاني يوم في دموع تاني، سبت العذر، بس دي دموع مختلف. هو بيشارك المتألمين ألمهم.
فتخيل انه في نوعين من الدموع بيبتدوا الاسبوع كده. جمعة ختام الصوم دموع بسبب عدم التوبة، الدموع التانية بسبب الآلام. لعازر مات والإخوات بيعيطوا مرسى ومرت، لكن هو بيبكي معاه وبعدين بيفرح. الدموع الأولانية ما يمسحهاش من المسيح غير التوبة. الدموع التانية تمسحها القيامة. يعني لعازر لما قام خلاص ربنا مسح الدموع بما فيها دموعه هو، لأنه يعني بيشارك ألمنا. لكن بكاء المسيح على البشرية ما يفرحوش غير توبة البشر. بعد كده من الحد يوم فرح كبير، عيد سيدي كبير، حد الشعايين، كلنا بنصرخ وصلنا، يعني خلصنا، كأننا داخلين السماء ورا العيلة الصغيرة اللي داخلة السماء دي، وفرحة الكنيسة كلها بملكها. فده يوم تجليس المسيح على العرش، حتى لو العرش ده هو الصليب لأنه ملك على خشبة، احنا داخلين في موكب تجليسه. طبعا ده بيدينا انطباعات جميلة ان احنا خلاص في زفة الملك، على اعتبار دي الزفة اللي هتنتهي بدخولنا السماء في الآخر. تبدأ البصخة من الحد مساء. البصخة بتعيشنا في يعني على الأقل 3 اتجاهات أساسية. اتجاه التوبة، احنا خجلانين من كل الغلب اللي بيشوفوا المسيح بسببنا. في نفس الوقت عاوزين ناكل الإنجيل أكل، فتلاقوا القرايات كتيرة قوي. وطبعا في آباء كانوا بيقروا الإنجيل كله في الصيام الكبير، العهدين يتقروا في الصيام، وعلى الأقل بيقروا ال4 أناجيل في البصخ. ولغاية دلوقتي شمامسة كتيرة يعملوا كده. فاللي منكم ربنا يديله القوة يحاول يعني من الحد للحد يقرأ ال4 أناجيل. ما قدرتش يبقى على الأقل إنجيل يوحنا. وتلاحظوا ده طقس الكنيسة، يوم سبت الفرح بنكمل قراية إنجيل يوحنا لغاية ما ندخل على يعني زفة العيد، عشان إنجيل يوحنا ده بيكمل أفراحنا بإيه؟ إنجيل القيامة نفسه، لما مريم المجدلية تكتشف القيامة. يبقى احنا هندي خط كبير للتوبة وخط تاني للإنجيل. الخط الثالث هو التسبيح، احتفالا ان المسيح بيسامحنا بصليبه ودمه وقيامته. فاحنا بنفضل نقول ثوكتة يجوم. ثوكتة يجوم دي تقولها ممكن طول العمر على فكرة، دي تسبيحة سماوية واخدينها من الرؤية، لك القوة والمجد والبركة والعزة والكرامة. كلام جميل قوي خدناه من الملائكة بنهتف بيه. عشان كده ممكن الناس تقول ثوكتة يجوم في البيوت بلا عدد. ممكن بالليل لما تصحى تفضل تقول ثوكتة يجوم، ممكن في مطانياتك الشخصية تقول ثوكتة يجوم. فتقولها مع الكنيسة والبصخة وتقولها لوحدك، ولو فاتك ساعة من ساعات البصخة عوضها في أي وقت وقول ثوكتة يجوم لو أنت مضطر تروح شغلك يعني. طب خسارة الكنيسة عاوزة كل ساعة من الساعات دي نصلي مع الملائكة تسبيحة ثوكتة لك القوة والمجد. من التدريب الجميلة المناسبة في الأسبوع ده أنك إذا ما كنتش عملت رحمة كفاية، طوبى للرحمة، الحق من جمعة ختام الصوم، ركز على كل الفقراء اللي في العيلة أو المرضى أو المحزانة أو اللي صعبان عليهم من ربنا أو منك. صعبان عليهم من ربنا أو صعبان عليهم منك، دول لازم عليك دور تصالحهم بربنا وتصالحهم بنفسك، مهما كلفتك من تنازل وتواضع وميل تاني. اعمل مجهود. مش معقول المسيح يبقى بيموت على الصليب وانت مستكتر تيجي على نفسك وتحايل وتصالح وتوطي راسك. لا، اعمل اي مجهود انك انت تصلح كل الناس في الاسبوع ده بربنا، ان امكن تفرح السماء كلها وبيك انت، عشان ما يبقاش بينك وبين اي انسان حاجة مش حلوة وانت داخل يعني تحتفل بالقيامة. طبعا من التدريب البسيطة انك انت بقدر الامكان تتناول، لان انت بتتحد بالمسيح في التناول، ان كان حد الزعف ولا خميس العهد ولا سبت النور ولا قداس العيد. ولو ما تقدرش على ده كله، لو طلعت بقداس بركة برضو، والباقي اديك بتصلي القداسات تبع ظروف الكنايس والاماكن. المطانيات للي يقدر يعملها بس بالروح، يعني مش بيعملها بأداء جسدي بس، بيعملها دايما معها اسم المسيح.
لأن السجود بالروح والحق. الحق ده المسيح، أنا هو الحق. فلازم تقول اسم المسيح وانت بتسجد، وانت بتسجد لازم تقول يا رب يسوع المسيح، لأن النطق باسم المسيح يدي قداسة للسجدة نفسها. وفي نفس الوقت بالروح يعني لا يعنيك عدد المطنيات ولا يعنيك حد شايفك، المهم انك انت تبقى في إحساس داخلي بالخشوع، بالفرح، بالخجل، مشاعر المقدسة اللي يحركها الروح القدس جواك، بتصرخ من أجل الناس. مثلا 400 مطانية، طبعا مش نقدرش كلنا ننزل 400 سجدة، ظهرنا ما يجيبش، لكن مجرد بتقول كريا ليسون من أجل كل شخص تعرف، من أجل كل خطية عملتها، من أجل كل رغبة فخلاص كل الناس، كل شوق روحي جواك، من أجل كل وصية كسرتها. معاني كتير قوي يعني. بيبقى الواحد نفسه الجمعة الكبيرة ما تخلص وتبقى كل جمعة كمان. زي ما قلنا تحاشى الكلام بقدر الإمكان، قلل الكلام إلا الكلام الروحي الإيجابي. إذا كنت بتشجع حد التوبة، تدي رجاء، تسأل على حد، الأكل والنوم بحساب، الصيام يعني درجة أعلى سنة من العادي على قد ما تقدر، وبعدين مشاركة بقى الكنيسة قرايتها. في ناس تقول وقت الألحان احنا مش بنعرف نركز. وقت الألحان يا جماعة، الألحان نغمات رقيقة جميلة مشجعة على التأمل. يجوز انت مش عارف اللحن، أولا اللحن كلامه جميل وكلامه في الكتاب قدامك، فبص للكلام وفكر. اللحن ده بقى المزمور الأدريبي أو لحن كبير زي بيكثرونوس، الكلام دسم جدا، فكون الكنيسة بتنغمه وتلحنه عشان تدوقك طعم ورا الكلام، فأنت ما تبقاش زهقان، لا اقعد اقرأ المزمور اللي عليه الدور أو الإنجيل اللي بعد المزمور وفكر. وفي ناس تمسك الورقة والقلم وتقعد تكتب وهي بتفكر، أو تقول نفس المزمور كذا مرة، أو تحفظ مزمور الساعة، ما هي سطر واحد. السطر ده أنت ممكن تحفظه عقبال ما الشماس يخلص المزمور لو أنت خايف تسرح. لكن تأكدوا أن الكنيسة اللي بتحب المسيح عبرت عن مشاعرها مش بالكلام بس، بالموسيقى كمان. فالحقيقة من أجمل فقرات أسبوع الآلام الألحان اللي فيه، الألحان الفرايحي بتاعت حد الزعف ولا بتاعت سبت النور والعيد، ألحان جميلة جدا. والألحان الحزيني جميلة جدا، لأنها يعني بتدينا كل المشاعر المقدسة، مشاعر الحب على مشاعر الخجل والتوبة على مشاعر التهليل والانتصار. كل ده بيتنقل بالموسيقى والنغم الجميل اللي مصحوب بكلمات الروح القدس. وبالتالي عندنا فرصة نتمتع بالقرايات وبالألحان وبالمزامير. احتفظ بسلامك مهما كانت الظروف. طبعا الشيطان بيتغاظ من الأسبوع ده جدا، فواحدة من حيله المشهورة يعمل ايه؟ يركز المعركة من الأسبوع ده عشان ايه؟ يسرق سلامك. تلاقي ناس تقول لك هنزل اشتري لبس العيد، ده هيسرق سلامك غالبا مع الأسعار ومع مش عارف ايه، ده هيضيع سلام، ايه لزومه؟ ملوش لازمة. آخر يوم مسموح بيه بكرة ولا بعده خلاص، لكن ما ضيعش سلامك. ولا قلت نطبخ ايه؟ اعملوا معروف، ما تضيعوش سلامكم عشان شوية أكل. حتى أكل العيد ما يضيعش سلامك. إن شاء الله لقمة في جبنة يبقى كويس، بس تبقى فرحان وفرحك محدش ياخده منك. مرة واحد بيقول لي بعد عيد القيامة، أنا مستغرب في آية مش شغالة معايا. المسيح قال على يوم القيامة أن لا يستطيع أحد أن يخطف فرحكم منكم. أنا ليلة العيد الفرح راح مني عشان لقينا الأكل اتحرق. فقلت له أكيد المسيح ما كانش قصد المعنى ده، كان بيتكلم في حاجة أهم من أكل العيد. لكن إزاي تسيب فرحة القيامة والأبدية عشان أكل أيا كان نوعه؟ بقدر الإمكان نخلي بالنا من سلامنا. ممكن نلاقي حاجات تضايق، ما تسيبش نفسك، مش فاضيين نتضايق، مش فاضيين في الدنيا واللخبطة اللي فيها. فيش كلمة تطلعك وتنزلك، معاك كلام الإنجيل يطلعك بس. كلام الناس ده مش وقته، والأحداث اللي في الدنيا مش وقتها، والأخبار ملناش وقت فيه، ملناش دماغ ليها في الوقت ده. احنا عاوزين نركز مع ربنا يسوع كأننا مش شايفين غيره في الأسبوع ده بقدر الإمكان. وكل ما تتمتع بأسبوع الآلام كل ما تعرف تفرح في الخمسين. خلي بالكم
يعني فرحة أيام الخمسين المقدسة مش بالكحك، لا، الفرحة دي مرتبطة بالقرب. لو خدت خطوة وقربت قوي من ربنا هتحس بمتعة أيام القيامة والإحساس أنك في السماء طول الخمسين المقدسة. ربنا يدينا النعمة نقضي الأسبوع ده جميل.